السلام عليكم، مرحبا بكم مع الشيف هند. اليوم غادي نسافر بكم لهنغاريا وغنوجدوا لو غولاش. لو غولاش عندهم هو واحد الطبق رئيسي كيجمعوا فيه بزاف ديال الانواع ديال اللحوم، وفيه واحد التنسيمه غادي تعجبكم، وانا رافقت لكم اليوم بلي بات. والتحدي ديالنا بحال كل حلقه كنوجدوا ل5 أو 6 ديال الاشخاص طبق باقل من 50 درهم، وغادي ندوزو نشوفوا الشهيوه ديالنا شنو خصها في المقادير ديالها. المقادير اللي غنحتاجو للشهيوه ديالنا، عندي هنا الفخيضات ديال الدجاج، عندي صدر ديال الدجاج، وخديت حتى السوسيس المنسم ديال الدجاج. هذا اختاريته اليوم شويه حر باش يعطيني واحد النسمه غنحتاجها في لاصوص ديال لو بلا ديالنا ديال اليوم. عندنا هنا معجون الطماطم، مطيشه محكوكه، هنا عندي البصله وبورو مشحرين شي شويه، وعندي شويه ديال الخيزو، وعندي لا شاركوتري فومي، عندي هنايا ورق سيدنا موسى والثومه. بطبيعه الحال زيت المائده، الملحه، الابزار والزعتر. دابا غندوزو نشوفوا طريقه تحضير الوجبه ديالنا. اول حاجه غنبدا بها هي غنشحر البصله، وغنزيد البصله والبورو، وغنزيد عليهم شاركوتري ورقات سيدنا موسى، وغنزيد الثومه. ما يجيكمش عجوبه الا درت بزاف لان غادا تذوب في لاصوص وغتعطيني واحد التعليكه لاصوص. غنتسنى عليها تشحر شي شويه. غنزيد السوسيس بارفومي، فخيضات ديال الدجاج والصدر ديال الدجاج تسلات كيف بغيت. غنزيد مطيشه الحك، خيزو ومطيشه محكوكه. في هذه المرحله انا ما غاديش ندير الملحه على ود الشاركوتري مالحه، غندير غير الابزار وغندير الزعتر صافي، وغادي نبلو ونخليوه كيطيب لمده واحد 20 دقيقه ونعاودو نتلاقاو. الطبق ديالنا وجد، الرائحه يا سلام، انا عجبني بزاف وجا لذيذ. غنسربي لشخص واحد قدامكم باش تشوفوا لاصوص ديالو كيفاش جات وكيفاش جا اونكتيو. رافقته بلي بات. هذا غيصلح بزاف ايامات البرد والشتا لان جا زوين، كي يلغي كونفورت، يعني كيسخن الذات شي شويه. التحدي ديالنا بحال كل حلقه كنوجدوا ل5 أو 6 ديال الاشخاص طبق اقل من 50 درهم. كنعطيكم موعد في حلقه مقبله ان شاء الله مع وصفه جديده، وجهه جديده. الى اللقاء.